أكو مدن ما تنفهم من أول نظرة، لازم تمشي بيها، تحسها وتسمع همساتها وتستمتع بسكوتها. هيلسنكي مو مدينة تحكي بصوت عالي أو بضجيج عالي، هي مدينة تترك أثرها بلغة هي تفهمها، إن كانت بالحجر أو بالضوء أو بخطوات ناس مروا من هنا وتركوا وراهم بصمات. اليوم ما جايين نكتشف المباني بس، جايين نشوف ذاكرة مدينة. خليكم ويانا. أعزائي المشاهدين، اليوم أقدمكم نفسي أنا عموري. عزيزي المشاهد، عموري شو اسمه؟ محافظ هلسنكي. ايه محافظ هلسنكي العتيد. نطلع منها على اسبيلندا، خلينا نطلع على اسبيلندا. هلسنكي مرت بتغييرات هواي، تغييرات صقلت طابعها وشخصيتها، بس إذا تدقق بيها راح تشوف مو بنايات، راح تشوف بصمات تختلف باللون وبالشكل وبالفكرة، منها بصمات سويدية ومنها بصمات روسية ومنها بصمات فنلندية. بس من اليوم اللي صارت عاصمة هي صقلت كل هاي البصمات حتى تخدم مبدأ واحد فقط: الهوية الثقافية للمدينة. هي مثل الشعور، مثل تاج توجت بهذه المدينة. حاليا أنا من أمام كنيسة أوسبانسكي. اوسكبانكسي، عفوا اوسكبانكسي. عمي أعرفهم عليك. السلام عليكم حبايبي، تشرفنا بشوفتكم. هذه الكنيسة هي كنيسة اوسكبانكسي، كنيسة أرثوذكسية، انبنت بالقرن الثامن عشر، وبنوها الروس هنا لأن كانوا هم ذول المبشرين المستشرقين. تعتبر واحدة من الواجهات السياحية الجاذبة للسياح في هلسنكي، أسعد عاصمة في العالم. أنا أتصور إنه كل مبنى قديم مو بس شاهد على الزمن، هو شاهد على البشر، على خوفهم وعلى رغبتهم يخلون أثر. مرات نحسب التاريخ هو أسماء وسنين، بس يمكن الحقيقة إن التاريخ هو الشعور اللي يبقى بعد ما تروح الضوضاء. هذا الدولاب الهواء، شنو هذا الشيء المعلق، الكبسولة الجوزية اللي تختلف؟ عمور اشرح لنا عليه. هذه الفنلنديين عاشقين للساونا إلى درجة إنه دولاب الهواء يستمتع بالساونا الفضائية يسموها سكاي ساونا. وطبعا بالمناسبة اكو همين كبسولة من الكبسولات السوداء اللي هي الVIP حسب ما اعتقد، راح تكون بها خدمة يعني شنو مثلا البخار اللي أفضل بس بتربيها وهاي. لا بس هو يعني فنلندا عموما معروفة بكثرة الساونا مالتهم، هم الاختراع هذا مالتهم أصلا. بس أنت من تفكر بيها بالمنطق إنه واحد قاعد ما أعرف شو تخيل إنه ليش أريد أقعد بمكان حار وأظل أصمط بنفسي بالبخار. هذا سبب إنه مسألة درجات الانجماد اللي عندهم، فكانت هي الوسيلة الوحيدة حتى يتعرقوا، وإلا مسام جلدهم تتأذى. فلذلك بفنلندا الساونا جدا جدا مهمة. نعم. وأكثر شعب يستمتع بالساونا، وأكثر بلد بيه ساونا بالعالم كله. وبالمناسبة هي واحدة من عوامل السعادة اللي مسجلة بمسجل السعادة العالمية. فلذلك فنلندا لأن بها هواي ساونات صارت أسعد بلد بالعالم. نعم. هسه بعد ما تقدمنا كم خطوة اللي قدام وصلنا يم هذا المكان اللي انطلقت من عنده أنا آخر مرة إلى جزيرة سواملينا. طبعا مثل ما جاي تشوفون الأجواء حاليا شمس
والأجواء كلش حارة والعالم منتعشة. طبعا عمار أريد أراويهم شغلة هنا، إنه القانون فوق الجميع. طبعا مثل ما جاي تشوفون على يساري هنا المفتشين على الكارتات، اللي يسوي مخالفة ويركب هالباخرة أو الباص، مجرد ما تشوفهم راح يصير بيك رعب، وما راح تتجرأ انه تدخل بوسائل النقل التواصل العامة، فراح يطبون يشيكون بالتكتات، واللي ما عنده تكت يصمتوه بتكت، اللي ما عنده تكت مال السفر راح يصمتوه بش قد عمر 80 لو 100 يورو يعني بورقة، يشبتوك ورقة يحكرون مزاجك. فيعني مجرد ما تشوفهم راح تحترم هذا القانون مع هذا البلد، وغصبا ما عليك تدفع وانت الممنون. فهذا الشيء كلش ضروري انه تلتزم بالقانون حتى تكون من اسعد السعداء في هذا البلد. هلسنكي تعلمك انه بعض المدن مو لازم ترفع صوتها حتى تنحفظ بالذاكرة. احيانا يكفيها حجر قديم، باب مفتوح، وساحة وقفت بيها اجيال كثيرة. واذا فد يوم رجعت لهنا مو راح تتذكر المباني بس، راح تتذكر شعور الهدوء اللي خلى التاريخ يتقارب من قلبك. طبعا احنا حاليا من امام اولد ماركت هول، سوق العتيق بالفنلندي. هذا المكان تأسس عام 1889 مال السماكة. يجون السماكة كانوا من البحر من وراه، جمعون بضايعهم كلها هنا وتنباع بالجملة بهذا السوق. فهذا كان مغلف طبعا، سببه انه لان بالشتاء بارده الدنيا وكذا كان عندهم الصيد على الجليد، لان فنلندا اشتهرت بانه اغلب ناسها معتمدين على الصيد اكثر مما معتمدين على الزراعه، كون انه في الشمال القطبي قريب على القطب الشمالي، فهاي هي المشاكل. وهسه من هذا البحر يجيبون السمك وهنا يبيعوا لك اياه فريش وجاهز. اي حبايب القلب، طبعا اجينا نهاية الفيديو وراح ننهي وياكم. مثل ما شفتوا من بدايتنا كان الشمس والاجواء حلوة، وعطيناكم معلومات بسيطة على الاماكن خلال تجولنا بهذا المكان. وهسه وصلنا لنهاية الحلقة، وان شاء الله عجبتكم. سووا لنا سبسكرايب، لايك للفيديو، وشيروه يا حبايبكم، ونشوفكم بفيديو جديد. Let's go.